ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقسم مع بعض بقى لحوم الشهر بتاعتنا ونطلع منهم كذا وجبه كده محترمه بحيث ان احنا نمشي بيهم الشهر. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي كده في الكومنتات وانزلي بسرعه حطي لايك حلو منك، ما تنسيش اهم حاجه اللايك، وتطلعي كملي معايا الفيديو عشان هيعجبك جدا جدا جدا. في حد كمان كتب لي في كومنت قال لي ان هو عايز ميزانيه شهريه 2000 جنيه لنفر واحد، طول الشهر غدا وعشاء وفطار ومنظفات. تمام، باذن الله هعملها لك قريب او هعملها لك قريب، متهيالي مش عارفه ده اوريدي ست او راجل، بس يعني اتمنى كمان تكوني بتاخدي تومين، فاكتب لي برضو في الكومنتات لو انت شفتي الفيديو ده انت كنت بتاخدي تومين ولا لا، فده هيفيدنا اكتر في الميزانيه بتاعتنا. تمام. هتقسموا الاول، هنقسم مع بعض كده الاسماك. عندي هنا كابوريا وسمك بولتي، جبت كيلو وجبت نص كابوريا. بصوا الكيلو الكابوريا دوت كان عامل وده نص جمبري، اللهم صل على النبي. ده كيلو السمك عامل 80 جنيه، وجبت كيلو كابوريا. بص الكابوريا دي كابوريا نوتش مبطرخه، من هي الكابوريا بقى اللي هي المليانه على الاخر دي. جبت نص ب 110 لان الكيلو فيها ب 220، فجبت نص بس. وجبت جبت ب 200 جنيه جمبري، ده مش نص جمبري، ده ب 200 جنيه جمبري بس كده. يعني انا بروح اقول انا بتاع السمك انا عايزه ب 200 جنيه جمبري، بيديني والله العظيم بيطلعوا 12 واحده 13 واحده، بيبقى حلو جدا ناكل نشبع انا والاولاد وزوجي. وكمان جبت بسم الله ما شاء الله نص كيلو كابوريا، بص عاملين ازاي حلو جدا. وكيلو سمك 3 سمكات بسم الله ما شاء الله كبار، ممكن اقسم السمكه 2. تمام. وكده عندنا اكله سي فود جامده. فدي اول اكله في المنيو بتاعنا في الشهر. عندنا اكله سي فود كامله، سمك وكابوريا وجمبري. ان شاء الله نعملها مع بعض، بس لسه دلوقتي مش دلوقتي، يعني هنعملها كده ايه، يعني شويه كده قدام. تمام. وان شاء الله هصورها لكم برضو باذن الله. تمام. طبعا يا ام هاجر احنا اكله اللحوم دي مش طول الشهر، لان احنا هنقسم كذا اكله مثلا على الشهر من الفراخ، وهنطلع اكلات من الفراخ، وهنطلع اكل من السمك ان شاء الله. يعني ربنا يعني يرزقنا كده، وفي نص الشهر كده احاول احوش مبلغ واجيب بيه كيلو لحمه للاولاد برضو. تمام. فاحنا بنعمل كده، يعني انتوا عارفين ان انا خدت 2000 جنيه مليت بيهم البيت خير، وجبت منهم فراخ، وجبت منهم كمان السمك والكابوريا دول. تمام. تمام. اللهم صل على النبي. وجبنا 3 فرخات كبار، كل فرخه 2 كيلو وربع كده حلو، هنطلع منها كذا وجبه دلوقتي. وطبعا بقيه الشهر بنمشي بقى اكل عادي، اكل شعبي على بصاره، مثلا مره كشري، مره عدس ورز، مره رز بطاطس، مش كل يوم فراخ ولحمه. تمام كده وكده، الحياه بتمشي كده وكده. بصوا عندي اول حاجه طلعتها من 3 فرخات بسم الله ما شاء الله، 3 كبد و3 قوانصات حلوين قوي قوي قوي. ممكن في يوم اعمل ده وجبه يا ام هاجر، وجبه ما تستقلوش والله يا جماعه بالحاجه دي، مع شويه مع بصله كبيره محترمه هتعمل لك احلى سندوتشات وجنبها مخلل. فما تستقلوش بالاكل يا جماعه. ممكن كمان نطلع من الفراخ كده قطع صغيره كده نعملها معاها سندوتشات برضو، شاورما كده بالبصل برضو، وتبقى سندوتشات شامله فراخ وكبد وقوانص، وبتبقى حلوه جدا والله العظيم. فما تستقلوش بالاكل يا جماعه. الاكل كل ما بتستقلي بالحاجه كل ما تحسي ان انت محبطه ومش عارفه تطلعي اي حاجه من الاكل. تمام. ادي هي وجبه، دي وجبه يا مهاجر، وجبه وهعملها معاكم كمان. اتفقنا. غسلت الفرخه كويس مبدئيا كده، مقطعها برضو هغسلها غسله كمان. اللهم صل على النبي. هطلع بقى كده يقطع بقى الوراك بتاعتنا. طبعا انتوا شايفين كل حاجه وشايفين انا بعمل ايه. بقسم معاكم الفرخه عادي جدا زي ما بقسمها في بيتي، وبوريكم هنقسمها بقى ايه على الشهر وكده ان شاء الله. وهنعمل مع بعض الوجبات دي كلها على قد ما اقدر، احاول اصور معاكم وجبتي وميزانيتي في اليوم. ما تنسوش برضو ان انا لسه باخد اليوميه بتاعتي ال 200 جنيه. انا خدت يا دوب 2000 جنيه بس من زوجي، ربنا يبارك له في عمره. مليت بس بيهم البيت لان البيت كان فاضي اوريدي، فالحاجات دي هتقعد طبعا اللحوم الشهر ده بس، لكن مثلا المكرونات والتوابل اللي انا جبتها والورق العنب اللي انا فرزته وهفرز كمان كرنبيتين لسه هفرزهم، يعني هيقعدوا معايا الحاجات دي فتره يعني حلوه لحد ما تخلص نبقى نملى البيت تاني. يعني كل فتره بنعمل كده. تمام. وباخد يوميتي، وساعات هو ربنا بيفرج عليه فبيدوني مصروفي شهري، وساعات بيبقى ربنا مش احسن حاجه فبيمشي معايا 15 و15. الدنيا بقى معاه مأزمه والدنيا معاه مش احسن حاجه، فبيديني يوميه عادي 200 جنيه بيسيبها لي الصبح، بفطر وبجيب غدا منها كمان. واديني صورت لكم منها كذا مره غدا وفطار. على فكره في فيديو هينزل جد يعني اليومين دول توحدي ال 50 جنيه اللي انا قلت لكم عليه، هنعمل بيها غدا، وعملت بيها غدا وحلو جدا كمان. في اكلات كتير اولادنا مش بيحبوها، لازم نعودهم عليها. طبعا زي ما انتوا شايفين انا شلت الوركين وبقطع الورك نص. طب يا ماجر ما نسيب الورك على براحتك،
حسب امكانياتك وحسب وجباتك اللي هتعمليها. انا عارفه مقدره اولادي هيقدروا ياكلوا ايه. على فكره انا ساعات اولادي ما بيردوش ياكلوا الفراخ واحنا اللي بناكلها، تمام؟ فكل واحده عارفه اولادها وزوجها بياكلوا ايه. انا هقسم الورك على اتنين، انت حابه تسيبيه زي ما هو، حابه تسيبي الصدر كامل، براحتك جدا. انا بوريكي تقسيمتي اللي انا بقسمها لبيتي وشخصي، وعارفه اولادي هياكلوا ايه وزوجي هيرضى بالنايب اللي انا هحطه له ولا لا. ربنا يبارك له وربنا يبارك له، ما بيعترضش على اي اكله انا بعملها او اي نايب انا بحطه له. اه يا ام هاجر، في ازواج في ونماذج كتير حصلت قدامي ما بيعجبهمش اذا كان مراته حطت له نايب صغير او لا. نماذج موجوده في المجتمع، موجوده قدامنا شفناها. معلش على الدبه دي، عبد الرحمن ابني ربنا يبارك لي ويخليه لي، يعني واخد العجله بتاعته بيزق الباب بيها عشان يدخل لي، فمعلش بقى اعذروني. ربنا يحمينا اطفالنا جميعا، تمام؟ في نماذج زي دي زي ما كنا بنقول، بس يعني كل واحده وهي عارفه مقدره بيتها وحياتها. طبعا هفصل برضو الكتف، وطبعا انا سايبه الضفر ده مخصوص عشان اوريكم ان انا بشيله وبرميه خالص مش بسيبه. تمام تمام. هنطلع ان شاء الله من الفرخه دي يعني وجبات حلوه مش وحشه. بصوا بوريكم ان انا بشيله وبقطعه وبرميه. والزوار الاجنحه، الحته اللي هي ايوه ديت اللي انا هقطعها دي، اللي هي يعني دي برضو بتبقى من ضمن الهياكل بسيبها. ممكن نعملها صينيه حلوه كده محترمه كبيره، ناكلها مع طبق مكرونه بتبقى حلوه جدا. زي ما قلت لكم مش هقول لكم دلوقتي وصفات او وجبات، احنا هنبقى نعمل مع بعض الوجبات دي ان شاء الله، لان انا اوريدي بكتب وجباتي بالاسبوع. يعني نزلت لكم منيو الاسبوع عشان كان في بنوته طلبته مني، فنزلته لها، يا رب يعجبها. معلش هو منيو سريع كده، بس ده المنيو بتاع الاسبوع والوصفات كلها موجوده عندك بالميزانيه. لسه في وصفتين في المنيو ده ما نزلوش، هننزلهم مع بعض. وصفتين حلوين جدا وموفرين، وعملنا فيهم التحدي ال 50 جنيه يا جماعه. عملت معاكم التحدي ال 50 جنيه في فيديو هينزل لكم قريب جدا والله العظيم، واكله حلوه جدا. اولادنا في اولاد كتير زي ما قلت لكم ما بيحبوش اكل معين، اكل شعبي احنا لازم نعودهم عليهم لان ده اكلنا. يعني والله في اجانب وفي ناس من الخارج بيجوا مخصوص لينا في مطاعم يطلبوا الاكل ده، حرفيا اكل اللي اولادنا او جيلنا او الجيل اللي طالع بيتعوج عليه، فاهمين؟ فيا جماعه والله العظيم ما في احلى من اكل شعبي المصري. الكشري، المبصاره، المسقعه، البتنجان المقلي، الفلفل، الاكل الجميل دوت. طبعا طالعين دلوقتي طبعا الجيل ده عايز بقى ستريبس بقى وسندوتشات شاورما وعايز كريب وعايز مش عارفه ايه. عودوا يا جماعه عيالكم على اكلنا الشعبي الجميل، لان في اوقات انا في ظل ظروفي مثلا ما اقدرش اعمل لك كل يوم فراخ او شاورما او كريب او الحاجات الجامده دي. تمام تمام. انا كواحده بحب دايما ان انا ما احرمش اولادي من اي حاجه، بس في نفس الوقت في مقدره ايدي. يعني انا بقى بجيب اكله سوفيت دي كل فتره كده، بحب ان انا اجيبها. بص انا جايبه حاجات بسيطه جدا، كيلو سمك، نص كابوريا، نص ب 200 جنيه جمبري، مش نص جمبري ده كمان ما جاش نص جمبري، نص جمبري ب 300 جنيه، انا جايبه ب 200 جنيه. تمام. بصوا بوريكم ان انا بطلع بانيه. بصوا بقى طلعت حته صغيره، طلعت حته كبيره، طلعت حته معوجه، انا اللي هاكلها انا واولادي، فمش معترضه شكله او عامل ازاي. لما تتعمل بانيه كده هتبقى طعمها حلو والله العظيم وجميله. فقطعيها بقى. اصل في حد يقول لي يا ماما طب انا ما بعرفش اقطع بانيه. قطعيه زي ما تقطعيه، حته معوجه، حته تخينه، حته رفيعه، انت اللي هتاكليه انت واولادك. اسمه بانيه ولا مش اسمه؟ ده بانيه ولا مش بانيه؟ متعلمين يا بتوع المدارس. بانيه. وهنطلع كمان باقي الحتت ستريبس عشان مش هنعرف نقطعها بانيه، فهنطلعها ستريبس. الاولاد برضو بيحبوا الستريبس. تمام. ودي اكله. طب القطعه الصغيره اللي انت بتطلعيها دي يا ام هاجر هنعملها كده شاورما برضو مع الكبد والقوانص في يوم، وتبقى سندوتشات شاورما مع سندوتشات كبد وقوانص، وتختاروا ما بينهم وهناكل وهنشبع مع شويه مخلل وامورنا بتمشي. طبعا يا مهاجر انت جايبه سكينتين ومقص، انا بجيب اللي يريحني، وبصراحه بيريحني المقص جدا. بس طبعا في ناس كتير مش بتحب تستخدم المقص، بس انا بصي المقص ده عندي جايب واحد للخضره وواحد للحوم، بيريحني جدا. بوريكم اهو اللي انا بقطع الستريبس حلو جدا برضو. وزي ما قلت لك قطعتي حته كبيره، حته صغيره، حته معوجه، حته رفيعه، حته تخينه، انت اللي هتاكلي انت واولادك يا جماعه. محدش يعترض على اللي احنا بنعمله، ليه؟ احنا اللي هناكله. تمام. انا مش معلمه تقطيع الصراحه عشان ما اقولكيش ان انا ست ممتازه وبعرف اقطع، لا انا بقطع بعشوائيه بالطريقه اللي تريحني. كده كده انا اللي هاكله، وانا وهاكل انا واولادي، محدش هيعترض على البانيه. ده بانيه ولا مش بانيه؟ قلت لكم ده بانيه ولا مش بانيه؟ بانيه. اكتبوا لي في الكومنتات ان ده بانيه. تمام. قطعنا 5 قطع بانيه، 5 قطع ستريبس، حلو قوي. طب يا ام هاجر ده قليلين علينا. قطعي حسب امكانياتك انت. انا مقطعه حسب، احنا 4 انفار، مقطعه حته زياده لبابتنا ربنا يخليهولنا، لان هو بيتعب وش قوي ويعرق عشان ياكلني انا والاولاد احسن اكل واحسن بيت واحسن لبس. فبحس دايما ان انا لازم اقدره، فبحب ان انا اقدره دايما في الاكل.
انا بقى هاخد قطعه، اولادي كلوا قطعتهم، كلوها ما كلوهاش هاكلها انا. شفتوا ايه؟ انا ماشيه بكده ليه؟ اولادي ما بياكلوش قوي، لسه صغننين، عندي 4 سنين وعندي 3 سنتين ونص، كلوا قطعتهم كلوها، ما كلوهاش امهم هتاكلها. فاهمين؟ يعني الام مش حقها مش متنسي، حقها واخداه. تمام تمام. فخمس قطع بانيه، 5 قطع ستريبس، والباقي كده هنطلع بقى ايه يعني. بصوا اهو هنبدا نقطع الستريبس، بوريكم انا مش معلمه في قطع الحاجات دي، مش معلمه ان انا اقطع معاكم او بس، انا بوريكم الوجبات انا بقسمها ازاي. انا عندي 3 فرخات، بصي افيد ان انا اجيب 3 فرخات واطلع منها بانيه، واطلع منها ستريبس، واطلع منها قطع اعمله شاورما، واطلع منها اكله، احسن ما اجيب بانيه واجيب اوراق واجيب اجنحه واجيب دبابيس لوحدها واجيب مش عارفه ايه لوحدها. بحس ان انا بجيب حاجات كتير جدا بفلوس اكتر عن ما مثلا ما اجيب فرختين واقسمهم انا بالطريقه اللي تريحني والاكل اللي يريحني. تمام تمام. يعني مثلا هطلع 4 اوراق، هقسم الدبابوس لوحده والفخد لوحده، واحط الفخد في اكله والدبابيس في اكله. الدبابيس دي انا بحب قوي 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 ان انا اتبلها وافتحها كده واتبلها واقليها كده زي الكنتاكي، بتبقى حلوه جدا. هنعملها برده مع مكرونه، فاهمين؟ بحب اول الحته دي اعملها، اللي هي الفخد اللي بتبقى فوق دي، اعملها صينيه كده جنب محشي مثلا، او جنب رز بسمتي، او نعملها في الكبسه، بتبقى حلوه، بتبقى مليانه لحم وحلو. فاهمين؟ بصوا بوريكم بقى اللي هو بخلي العظم واطلع منه القطع الصغيره. ممكن نعملها شاورما، ممكن نحشيها كريب الاولاد، ممكن نحشيها نجيب مثلا في يوم، طبعا في اليوميه بتاعت ال 200 جنيه عندي اهوت مثلا ستريب، قصدي شاورما. ممكن اروح جايبه عيش سوري واعمل لهم سندوتشات عيش سوري، وناكل جنبها مخلل، جنبها سلطه الطحينه، والدنيا بتتظبط وبتمشي وبتبقى حلوه. وعملت معاكم قبل كده سندوتشات الشاورما، روحوا شوفوها هتعجبكم جدا. انا عامله لكم وصفات كتير جدا في القناه موجوده، كل الحاجات دي انا عاملاها لكم. اللي ما شافش الفيديوهات دي يروح يشوفها وحطوا لي عليها لايك، وحطوا لي عليها لايك. والله العظيم لا تتخيلوا انا بتعب ازاي في الفيديوهات دي. فعلا المحتوى ده او الشغلانه دي متعبه زيها زي اي شغلانه بره. والله يا جماعه اللي يقول لك بيعملوا ايه، لا بنعمل مونتاج، تصوير، صوت لعيالك. لا دي غلطه، انا مش عارفه في ايه، لازم امسح الفيديو من اول وجديد وابدا اصور تاني. لا مش عارفه ده حصل ايه، لا ده التليفون وقع، لا متعب. فارجوكي عشان قدري تعبي وحطي لايك حلو منك كده، عشان ده والله العظيم اللي بيخليني متشجعه جدا واعمل فيديوهات اكتر واكتر 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 واكتر. تمام تمام. طيب طب يا ام هاجر، كده طلعنا من الفرخه كذا اكله حلوه. بصوا انا بوريكم، ادي 5 ستريبس، 5 بانيه، واول شويه الحلوين دولت ممكن نعملهم شاورما جنب الكبد والقوانص، لان بابتنا هنا ما بياكلش الكبد والقوانص. هعمل السندوتشات كبد وقوانص لي انا والاولاد، واعمل له هو سندوتشات شاورما كده جميله مع فلفل الوان، مع بصله محترمه كده، مع طماطميه متقطعه. يا سلام يا سلام يا ام هاجر. ايه يا ام هاجر ده انت كمان ايه مبدعه. لما كنتش بشجع نفسي وادي نفسي كلمه حلوه تطلعني وتخلي عندي طاقه وتخلي عندي حياه ايجابيه كده، ما بقاش ام هاجر. لازم اعمل كده في نفسي. كل واحده ست لازم تدي لنفسها كلمه كويسه وكلمه طيبه تشجع بيها نفسها. طبعا كلكم سامعين السويت والرزع والخبط والبهدله انا بعتذر. والله العظيم بعتذر جدا 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 جدا. بصوا هاجر وعبد الرحمن ولادي 4 سنين وسنتين ونص، فاهمينهم يعني، فاهمين السن دوت عامل ازاي. سن اللي هو ماسك في مامته، سن اللي هو لو لقاني مختفيين حواليا بيدوروا عليا حرفيا. هاجر كانت بتعيط بره وهي قاعده مع ابو عبد الرحمن علشان يعني فين ماما. فطبعا ده صوتها، فمعلش انا بعتذر لو صوتها او صوتهم في كل فيديو، بس غصب عني. وان شاء الله بكره يكبروا واخليهم يقولوا حطوا لايك لماما حلو منكم بقى. تمام تمام. فبقدم اعتذار شديد اهو بقى. يا رب تقبلوا بصوا اعتذاري وتحبوني كده وتحطوا لايك حلو منكم وكومنت يشجعني، لان كلمتكم الطيبه هي اللي بتخليني احس ان انا بعمل حاجه حلوه جدا وطايره كده بيها في السما. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، انا بقى بوريكم اهو 5 قطع بانيه، 5 قطع ستريبس، شويه شاورما صغننه كده جميله هنعملها برده لابو هاجر كده سندوتشات مع الكبد والقوانص. وما نستقلش بالاكل يا جماعه، والله العظيم والمصحف ما نستقلش بالاكل. بصوا بقى انا عملت ايه النهارده. انا رحت عند مامتي ربنا يبارك لها، وانا ماشيه جبت فطار للاولاد وفطرت عند ماما. رحت لقيتها عامله محشي، قالت لي والله لا تتغدي معانا وتاخدي حله لجوزك. وفرت ولا ما وفرتش؟ وفرت يا ام هاجر. طيب وطلعت ال5 ستريبسات دي، كنت نفسي اصور معاكم بس ما
ما سعفنيش الوقت لان كنت جايه متاخر وابو هاجر خلاص جاي، يعني ابو هاجر كان جاي. تمام. فطلعت الستريبس دول وعملتهم. طب والله العظيم ابو هاجر كل قطعه وانا كلت قطعه، والقطعتين سبتهم للاولاد عشان ما كانوا نايمين وهم قاعدين بياكلوا، وشبعنا واتبسطنا واتمزجنا مع حله محشي من ايد ماما، ربنا يبارك لها ويخليها لينا. تمام تمام. طبعا مع كل تقطيع انا خلاص قسمت زي ما قلت لكم، حطيت الاستريبس في، بصوا انا يا جماعه بحط في اكياس التلاجة. معلش اعذروني الشكل العام مش احسن حاجه زي الاطباق الفل، بس انا مش من عشاق الاطباق الفل. بس لو انتوا حاسين يعني عايزين الشكل العام ان انا اعمل معاكم في اطباق فل، اوكي انا ما عنديش اعتراض نعمل، وبعدين ابقى انا اشيلهم احطهم في اكياس التلاجة يعني. بس انا بستخسر الوقت وكمان الفلوس، وان انا هجيب الحاجات دي يعني وبعد كده ارميها، لا. فبوريكم حياتي ازاي انا بحط في كاس تلاجة، ومفيش احسن من كاس التلاجة واضمن من كاس التلاجة تخش الفريزر عن الفل طبعا، لانه الفل مش صحي قوي. تمام. الفرخه دي بقى مش هطلع منها حاجات كتير، كل اللي انا هعمله ان انا هطلع بس منها وراك وصدور، اكلتين برضو حلوين محترمين. تمام تمام. طبعا انا عايزه اكبر الورك شويه يا مهاجر، الورك عندي صغير، بتروحي واخده من الحته اللي بتكون في الصدر اللي انا طلعتها مع الهياكل، بتاخديها مع الوركين، فتحس ان الورك بسم الله ما شاء الله كبير. فهمتوا؟ انا بقى عايزه اوريكم، انتوا شايفيني وانا بقطع الفرخه انا خدت الجزء اللي انا طلعته مع الهياكل، اللي انا طلعته من الصدرين مع الهياكل، اللي انا ما خدتهمش في الوركين اللي فاتوا، لا انا خدتهم هنا في الوركين دول، عشان بصوا بسم الله ما شاء الله الورك يبقى كبير. بصوا انا بوريكم هم ان انا قطعتها مع الوركين بحيث ان الوركين يبقوا كبار كده وليهم شنه ورنه يعني. تمام تمام. وبرده هقسم الوركين على 4. طب يا ماجر انت هتقسمي وانت مش هتسيبي الوركين على بعض؟ لا مش هسيبهم على بعض، انا هقسمهم برده على 4. تمام تمام. طلعنا ستريبس، طلعنا بانيه، طلعنا شاورما، طلعنا كبد والقوانص، طلعنا كذا وجبه هوريها لكم، وعملنا وجبه سفود كمان. والنهارده الحمد لله وفرنا مبلغ حلو جدا من ال 200 جنيه، وفرنا 150 جنيه على توفير كده كذا توفيره. وهنجيب كيلو لحمه وهنصوره برده مع بعض، وهنقسمه كده برده ايه نص في نص مثلا، او اجيب نص قطع اكل ونص في مفروم، بحيث ان انا اعمل حواوشي للاولاد، لان عبد الرحمن ابني ربنا يبارك له شافه على النت فقال لي ماما انا عايزه اكل من حواوشي، فقلت له خلاص عيني من حاضر. فان شاء الله يعني برده ايه احنا اللي بنوفر، احنا ستات بيوت اللي بنوفر، فاهميني؟ فبوفر وبجيب لاولادي كل حاجه. بحب ادخل لهم دايما وجبه السفود دي كل شهر او كل شهرين كده ولا حاجه، بحيث ان هي برده وجبه مفيده وفيها حاجات حلوه. برده بجيب في نص الشهر سمك بولتي لوحده، مش لازم سفود كامل يعني ان كابوريا وجمبري والحاجات دي، لا ممكن بس اللهم صل على النبي سمك بولتي، ممكن سمك مكرونه. انا هصور لكم سمك المكرونه ده عملته، انا مش عارفه ده سمكه اسمها ايه عندكم، بس هي عندنا هنا اسمها سمكه مكرونه. تمام. فان شاء الله هصورها لكم واوريها لكم عملتها فليس ازاي، جميله جدا هتعجبكم قوي 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 ان شاء الله، ورخيصه وكلنا وشبعنا انا والاولاد وحماتي كمان. تمام تمام. فان شاء الله يعني هوريها لكم، هنزل لكم الفيديو قريب، بس بعد دوت ان شاء الله، بعد دوت ممكن انزله بعد ده على طول باذن الله يعني. بصوا بقى هقطع بقى الصدرين 4 يعني. بص دول صدرين بسم الله ما شاء الله كبار، هقطع الصدر على 2، ودول يبقى اكله صدور كده برده مع بعض. ممكن في يوم ابقى اسلقها سلقه كويسه كده واعمل جنبها شوربه بقى، لان الصدور افضل حاجه ليها السلق، ان هي تتسلق عشان تستوي كده وتتهري والاولاد يعرفوا ياكلوها تسلقوها. فممكن في يوم كده اسلقها واعمل جنبها برده شويه محشي مثلا، او طبيخ، نعمل شويه باميه حلوين. في ناس تقول لك الباميه ما تنفعش جنبها الا لحمه يا ام هاجر، ولازم لحمه. انا عادي بعملها على فريخ عادي جدا، ما نعقدش الامور يا جماعه، عشان ما الاولاد ما ياكلوش. الخضار حلو ومفيد للاولاد، مش لازم لحمه. طب انا مش عندي لحمه، خلاص هعمل باميه على الفريخ. طب انا ما عنديش فراخ ولا لحمه، هعمل الباميه ارداحي. تمام تمام. فما مشوا الدنيا يا جماعه، مشوا الدنيا، خلي الدنيا تمشي، ما توقفوش اكلتكم على حاجه معينه. يعني انا مثلا اعرف ناس تقول لك الباميه هموت على باميه بس لازم لحمه. طب ما تجيبيها يا ست. عبد الرحمن ابني بيقول لي بتزعلي يا ماما؟ قلت له لا يا حبيبي انا مش بزعل، انا بس بسجل فيديو بس اصل الموضوع ده بينرفزني جدا. يعني مثلا اروح عند يعني حد اعرفه نفسي اكل قليز بس لازم لحمه، يا اختي بعمله على فريخ، والله العظيم بعمله على فريخ، وبيبقى عسل، بيبقى سكر نحل عسل، وبناكل شويه قلقاس تحفه. طب انا هعمل لكم قلقاس بقى على فريخ، ايه رايكم بقى؟ تقولي اصل انا نفسي اكل باميه بس مفيش لحمه. ياه بستغرب، والله العظيم بستغرب جدا. طب والله العظيم بتعملي يا ام هاجر شويه باميه قرديحي جنبها بتنجان مخلل بتاكلي صوابعك وراها. ما تقفروش يا جماعه، الحياه صعبه.
و... واولادك داخلين على مدارس وكتب خارجيه وداخلين على حاجات فل فل 100 10، يعني حاجات كده جامده. فيا جماعه ما تقفروش في الاكل، ناكل ما بقولكيش تحرمي نفسك، بس مش لازم لحمه عشان اعمل بامي، مش لازم فراخ عشان اعمل بامي، مش لازم مش عارفه ايه عشان اعمل مش عارفه. لا والله العظيم في شويه اكل بيبقى قرداحي، بيبقى عسل، بيبقى سكر، وتقعدي تاكلي وتشبعي احسن ما يكون في فراخ ولحمه. تمام تمام. طب يا ماجر انت عملتي ايه؟ بص انا حطيت الدبابيس في كيس، وحطيت الفخد في كيس، ادي كده وجبه، وحطيت الاربع صدور في كيس، ادي كده وجبه، ستريبس وبانيه، ادي كده وجبه، وجبتين. يعني بصي بوريكي الوجبات وهعدلك كام وجبه في الاخر. عملنا بسم الله ما شاء الله من فرختين 7 وجبات. 7 وجبات. طب يا ماجر في فرخه هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. غسلت طبعا كويس الصدور بعد ما قطعتها. انا لما كنت باخد من الحاجه كنت بقفل اقطع اغسلها كويس وارجع تاني احطها في المصفى بحيث ان هي تبقى نظيفه برضو وانا بعبي. وطبعا انتوا عارفين ان انا بنقعها بعد قبل ما اعملها. بص بوريكم ان القطعه بسم الله ما شاء الله حلوه محترمه، قطعه محترمه. طيب طلعنا كام وجبه يا ام هاجر؟ طلعنا صدور 4 وراك، طلعنا منهم 4 دبابيس واربع فخات. تمام. وطلعنا كيس ستريبس وكيس بانيه، وطلعنا كيس هياكل كبير بسم الله ما شاء الله برضو هيتعمل، وطلعنا كمان 4 صدور وجبة، وطلعنا معانا هنعتبر ان الكبد والقوانص والستريبس والشاورما دول وجبة. تمام. طلعنا 7 وجبات. 7 وجبات من فرختين يا مهاجر. 7 وجبات من فرختين حلوين قوي قوي قوي. نعم. طب يا مهاجر في فرخة في فرخة انت قلتي ان انت جايبة 3 فرخات فعلا. طب يا مهاجر تعملي ايه في الفرخة التالتة دي؟ هسيبها كاملة، هغسلها واسيبها كامله. ليه؟ بص انا بوريكم ان دول وجبه، بوريكم ان دول وجبه، وبوريكم ان دول وجبه. 7 وجبات. 7 وجبات من فرختين حلوين قوي قوي قوي. نعمه على الشهر. لو جبنا معاهم طبعا وجبه سوفيت موجوده، لو جبنا مثلا معاهم كيلو لحمه ممكن، والحياه بتمشي يا جماعه والله العظيم. وعلى فكره انا حرفيا ممكن امشي لكم الشهر بالوجبات دي من غير لحمه من غير اي حاجه تانية. تمام. بمشيها وبتبقى حلوه ونعم. طب يا ماجر انت قلت لنا نعمل ايه في الفرخه التالتة؟ الفرخه التالتة دي بقى هيص بيها الاولاد في يوم كده، في يوم كده هبعتها. انتوا عارفين وقبل كده انا عملتها معاكم، جبت فرخه بسم الله ما شاء الله ورحت شويتها عند آه الراجل اللي بيشوي يعني عندنا، ب50 جنيه بيشويها لنا الفرخه وبيبعت معاها السلطات والطحينه. تمام تمام. فان شاء الله في يوم كده هعملها، هبعتها كده تتشوي للاولاد، واعمل جنبها شويه رز بسمتي، وهو بيجيب لي معاها السلطات وبيجيب لي معاها الطحينه، وبشويها ب50 جنيه بوصلها لي لحد هنا ب15، يعني 75 جنيه. 75 جنيه تاكلي اولادك اكل مطاعم وجميل وانضف وفرخه انت ضمناها وبعتاها من عندك وعارفه يعني الفرخه دي انت غسلها ازاي ونضفاها ازاي وزي الفل. هو يا دوب بس بيشويها لك ويجيبها لك لحد البيت ب15 جنيه، وبيشويها ب50 جنيه. بعت لك معاها سلطه طحينه وسلطه خضره. انت عايزه بقى تعملي هنا سلطه بابا غنوج، تعملي بقى رز بسمتي، مكرونه مطروحي، مكرونه سباكيتي، وهتهيصي الاولاد وتاكليهم اكل مطاعم حلو. وفي نفس الوقت وفرت ليا ووفرت لزوجي من ان مثلا في يوم انا اقول له انا عايزه اكل فراخ مشويه من بره، لا يبقى هي والحياه بتمشي. طب يا ام هاجر انا ظروفي شويه فحم، اما نقدك الجميل وعلى سلمك الجميل وشوي براحتك جدا. انا بسهل عليكي الامور مش بصعبها عليكي. تمام تمام كده زي ما انتوا شايفين. ادي الوجبات الجميله بتاعتنا اهيت زي ما انتوا شايفين. ادي الفرخه اللي هشويها وطلعنا اهو 7 وجبات من فرختين حلوين جدا. وعندنا بسم الله ما شاء الله كيلو سمك و مثلا ب 200 جنيه جمبري، وعندنا نص كابوريا. هنعمل اكله سوفيت كده في يوم. ودي كانت وجباتنا الجميله بتاعت الشهر. ما تنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك.